اعملي لك همه شويه يا بسنت. جاي اهو، بجيب لك الجريب فروت بتاع. فروت ده ايه؟ فين بقيه الاكل يا وليه؟ ادي الجبنه الجريار الفرنساوي، وادي الريكفورت الدنمارك، وادي البرمجيان واوروجيانو. ناقص ايه تاني؟ نسيت المش، هروح اجيبهولك. مش ايه تاني؟ ما كفايه بحر الجبنه اللي غرقتينا فيه ده، نهايته فين العيش؟ ماني سخنت لك التوست. ما انت عارفه ان التوست ده للعشاء، ده ما ينفعش غير مع كوبايه الشاي التقيله بالليل. ما هو انا اصلي يعني ما اشتريتش عيش النهارده. ايه؟ وليه بقى ان شاء الله؟ اصل الفرن الاهلي بتاع وليد ابن الشلجاني اتشمع عشان بيبيع الدقيق في السوق السودا. وهو يعني ما فيش غير الفرن ده في البورت كلته؟ ما هو المخبز بتاع زكي ابن الشلجاني البلديه قفلته عشان بيبيع العيش في السوق السودا. كنت اشتريت من السوق السودا وخلصتينا يا بنت الناس. ما بتوع الازاله شالوه، اصلهم قفشوا صبري ابن الشلجاني بيشتري العيش من السوق السودا وبيبيعوا للسياح على انه عيش ضايع. عال قوي، يعني ولاد الشلجامي هيعملوا ازمه غذائيه في البورتو ويضربوا السياحه يا بسنت اللي هي عماد ثروتنا القوميه في الكفر. يا ساتر يا رب، ده الكل دلوقتي معتمد على السياحه في اكل عيش. شوف انت بقى لما حد من السواح يجوع ويعوز يغمس وما يلاقيش عيش هنقول له ايه ساعتها؟ استنى ولاد الشلجامي لما يطلعوا من الحبس. احنا بنمر باكبر ازمه في تاريخ البورتو يا بسنت. روج دماغك انت بس واشرب الكريب بتاعك وكل مشكله ولها حل باذن الله. وهتنحل كيف بقى يا حللت العقد؟ الست ام ايمن مرات الشلجاني بتعمل عيش فلاحي في بيتها، بس ايه تاكل صوابعك وراه. يا سلام، بقى السواح ياخدوا اجازه ويحجزوا تذكره ويركبوا الطياره ويجوا عندنا عشان يقفوا في طابور عند ام ايمن؟ لا 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 لا، انا لازم الاقي حل للمشكله دي. وانت بتعمل ايه دلوقتي بس؟ ببعت SMS لشادي، لازم انا اروح اعمل معاها اجتماع مغلق حالا. فوتك بعافيه يا بسنت. طب ما تنساش وانت جاي تجيب معاك كيلو بوتيفور ونص ساليزون من حلوان الشلجان. بضمن يا ديسو. وعليكم المورنج يا سيدي. ايه مان، لحقت تاكل عقل مرات عمك وتحل الموضوع بالسرعه دي؟ هفارم عليك يا ابو الدساديس. موضوع ايه بس؟ الزريبه بتاعتها اللي عايزين ناخدها ونقلبها بيوتي سنتر. انا جبت التصميم معايا اهو. مش وقت الكلام ده دلوقتي، احنا مهددين بخراب البورتو يا شادي. البورتو بيمر باول تحديات المستقبل، الامن الغذائي في خطر. يا عم الكلام المشاوشر ده في يا ديسو؟ في مشكله في توفير العيش، وكفر ابو عجوه والسياح مش هيلاقوا العيش ياكلوه. يا عم ياكلوا جاتوه ياكلوا بيتزا، في ايه بس؟ على العموم يا ديسو، لو البيوتي سنتر ده مش هنعمله دلوقتي، انا عندي مشروع تاني. انما ايه مشاريع ايه بس دلوقتي؟ بقول لك البورتو في خطر يا عم. فهمت؟ اسمعني انت بس، ما دام مش عارفين نشتري العيش نبقى نبيعه. يا نصيحتك يا اخي، كيف الكلام ده؟ قلت لي كيف؟ انا قلت كده نعمل مشروع لتوفير وتحسين رغيف العيش. عليك نور بتاع لمبه 300 واط. بص يا معلم، انت تجمع الناس وتقول لهم الخطه على ما انا اظبط المسائل في الامان يا مان. بيس يا شادي. بالحق امال فين الواتسون ايه؟ بقاله يا سيد 4 ايام ما بينش، بانه لسه واقف في طابور العيش. اصل هو وعدني لما يجيب العيش هيديني 3 رغيفة ويا رب يوفي بعده. اصل كلام في سرك، انا حاطط كل احلامي ومستقبلي على العيش ده. ايه مستقبلك كيف؟ تكونش ناوي تستثمرهم في مطعم اللي بيقول عليه دي بكواي؟ لا ما انا عقبال عندك يعني ناوي اتأهل واطلب ايد ابلة صفية بنت حضرة الناظر، وعلشان ابوها يوافق لازم ازغلل عينيه بقى لما احط العيش قدامه واعرفه اني اتحمل المسؤولية
واني اقدر اجيب الرغيف من فرن الاسد. صراحة بقى الواد سليب ده طلع راجل صح، واقف في الطابور زي السبع. ربنا يرجعه بالسلامة ومحمل بالخيرات. كلامك سرك، انا كمان اديته تحويشة العمر يجيب لي بيهم يجي 20 رغيف. اول واحد يبقى ساب حاجة للعيال، ما حدش ضامن بكرة فيه ايه. ومن سمعك انا عامل جمعية مع بعض الزملاء واشترطت عليهم اقبضها الاول عشان اجمع حق العيش ده. انا يا جماعة سمعت من شهود عيان انه فاضل له 5 تنفار ويبقى عليه الدور، وناس تانية بتقول انه ادى الفلوس لواحد في اول الطابور يجيب له. يا بخته. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتم مش رايحين لضيافتي ولا ايه؟ خير؟ عامل اجتماع وبيقول انه وصل لحل مشكلة العيش. يا ما انت كريم يا رب. يكونش عنده اخبار عن الواد سليط؟ ولا يمكن بيجمع الناس عشان هو يروح يقف في الطابور لوحده. يا أهل البورت الكرام، بعد ما رأيناه من أحداث مؤسفة قد بطلها رغيف العيش، قررنا ننتج رغيف جديد وهنسميه الرغيف السياحي. السياحي كيف يعني يا باسطي؟ هيجي بالطيارة. احنا هنعمل مشروع لتنظيم وتعسير رغيف العيش يواكب المتغيرات اللي جدت على القفر والسياحة الوافدة علينا، ويخضع لنظام العدالة في التوزيع. هو ايه العدالة؟ هو انت هتخبزه في المحكمة؟ العدالة في التوزيع يعني هيبقى لكل واحد حصة من العيش على كد افراد اسرته، لا اكتر ولا اقل. طب افرض حد جاي لي ضيوف يا دياس. يعمل في الحالة دي هنعمل طلب زيادة عدد عيش ممضية من 2 خبازين ومحطوط عليها ختم البورتو. ايوه تمام كده. والرغيف ده هيكون بمواصفات عالمية وحاصل على شهادة الازو 9018. يا حلاوة، شهادة الكيوز يعني تعليم اجنبي. طب ما فيش رغيف واخد دبلوم؟ والرغيف ده يا رجالة هيبقى بمقاسات، فيه الرغيف الجامبو واللارج رغيف وسمول رغيف. ابا هو احنا هناكله ولا هنلبس يا باسطي؟ ده غير المفاجأة الكبرى، الرغيف هيبقى بنكهات، يعني هنعمل رغيف بطعم الملوخية والتاني بطعم المحشي والتالت بطعم الترشي، وده نموذج للرغيف وانا بحذر اي حد يجلده لان عليه العلامة المسجلة وكمان عليه مدة الصلاحية وارشادات لطريقة الاستعمال. خلصني بقى يا دياستي، انا بقالي ساعة واقفة. خد يا نحمد العيش اللي بطعم السمن البلدي، يبقى كده فاضل لك 3 ترغيفة بزيت الزيتون. طب يا اخويا بس والنبي تزود لي الشهر الجاي في العيش ابو صلصة عشان الطبيخ. هات لي رغيفين القرش بطعم الكنافة وزود لي العسل. بلاش بطعم الكنافة يا عم تسوقي، الدكتور محرج عليك السكر. ابا من نفسي يا باسطي، يعني هي جت على الرغيف ده؟ خلاص خد واحد بس، ويكون في علمك دي اخر مرة اديك عيش مسكر. ربنا يخليك. هات بقى الباقي مادام هاخد واحد بس. باقي دي اقول لك خد بيهم نص هريسة يا عم تسوقي. ما عجيبة والله، يعني تقول لي بلاش عيش مسكر وترجع تديني هريسة؟ ما تخافش يا عم تسوقي، دي هريسة سادة من غير سكر، يعني هريسة دايت يا مان. قال على رأي المثل هريسة دايت مان تخليك ولا سوبرمان. ايه يا ديسو، عملنا كام النهارده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا واد صليت، مخفي فين المدة دي كلها؟ كنت واقف في طابور العيش بقالي الجمعة وكنت خلاص الدور علي، لكن لما سمعت انك عملت فرن سبت الطابور وجيت جري علشان اشتري منك. اصيل يا صليت، وعشان كده هديك على كل رغيف واحد قيصر هدية. عايز ايه بقى؟ هات لي 5 بطعم الجريش و4 بطعم الطعمية بس تكون محشية و7 بطعم البلوبيف و10 بطعم البرسيم. برسيم ايه هذا طور؟ وهنجيب لك برسيم من مين؟ اهو يا ديسو، في اخر 10 اهو.
حظك يا واد اصلك، ودول عايزهم ليه؟ للبقرة بتاعتي. طيب قول للبقرة تخلي بالها من الكوبون اللي في الرغيف عشان هنعمل سحب وفيه جايزة 3 ايام بلياليهم في فندق ابو عجوة ريزار. ماشي يا عم دياستي، ماشي، سلام عليكم. خلي بالك من الدكان يا شادي، انا هاخد التوك توك اوصل طلب دليفري على السريع دي، اصل السياح اللي في شاليه رقم 7 طالبين 5 ترغيفة بطعم البيتزا. شفت وزك ماله يا اختي كفل الشر؟ الواد صبري ابن الشلجاني بيبيعوا في السوق السودا الرغيف الواحد ب20 جنيه. شوف الجشع بتاع الناس، فين ضمايرهم؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ دم خليل بتبيعه ب10 بس. انا امبارح اتعذرت في رغيفين بصل، بعت ابن اختي لام شعبان تقوم تقول لي ما عنديش وهي معلقه العيش عندها في البلكونه. اخس عليها، وانا اللي كنت رايحه خطوبه اختها وجايبه لها معايا كام رغيف بشربات الورد. انا عدى عليكي ونروح سوا، بس كنت عايزه اطلب منك طلب. اموري واطلبي عينيا يا اخي. كنت عايزاكي تتوسطي لي عند الدياستي يزود لي في العيش ابو رز ومندي، اصل عايزه ابعت منه شويه لاخويا في دبي. يا سلام، بس كده وهوصيه كمان يبعتلك شويه من الفريفر الجديد، العيش بالسمبوسك. واسطة بس انت عارفة ان ده ضد مبادئي واخلاقي. رغيفين بس مش هيفرقوا يا دياست. حتى لو لقمة بس انا مش عامل المشروع ده لمصالح شخصية، لا ده للسياحة وانت عارفة. ايوه السياحة خير لينا كلنا. انا هروح اعمل لك العشاء وانا هعتبر ان وداني ما سمعتش حاجة، وابقى حط عيش الجيري في التلاجة قبل ما يسيح. حاضر، ولو اني كنت ناوي اخبز لك رغيف كريم كراميل من اللي بتحب. اديني الغيفين بطعم الشاورما يا استاذ شادي، وتوصى بالسلطات الله يخليك. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ اهلا نشأت افندي، طلباتك ايه؟ لا يا حبيبي لا، انا مش جاي اشتري. ليه بس يا باشا؟ ده احنا عاملين لك ديسكاونت مخصوص. مش بيقولوا الشعب في خدمة الحكومة؟ انتوا متهمين انكم بتحطوا في العيش مكسبات طعم غير مطابقة للمواصفات، ده غير انكم مشاركين صبر ابن الشلقاني وبتبيعوا العيش ده في السوق السودا، والكلام ده هيعرضكم للمساءلة القانونية. رحنا في داهية يا مان. طب ممكن اخد حاجة معايا يمكن تنفعنا؟ رغيفين بطعم الحلاوة. ادي اخرة افكارك يا شادي. بقى الدياستي يدفع كفالة 15,000 جنيه وكمان المحل يتسمع. يا عم احمد ربنا ان الموضوع اتلم وجات على قد كده. جيت انجز البورت من الخراب، اتخرب بيت انا. ولا يهمك يا ديسو يا اخويا، المهم اللي جاي. هي لسه فيها جاي. طبعا يا مان، انت تطلع دلوقتي على مرات عمك تعيط لها وتقول لها ان انت هتاخد الزريبه تعملها محل بدل اللي تشمع، ولما تسيبها لك نقلبها احنا بقى بيوتي سنتر براحتنا. اشوف فيك يوم يا بعيد.